السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في القناه. فيديو جديد، وصفه جديده، نتمنى تنال اعجابكم. كيكه بالمكسرات وصوص كراميل كتجي رائعه، نتمنىكم تجربوها ان شاء الله. المقادير والطريقه: خديت 5 ديال البيضات بحراره المطبخ متوسطين، الا كانوا كبار يكونوا 4. هاد الكيكه هذه غتكون ان شاء الله بالتفاح. رشه ملح، ملعقه ديال الخل، استعملت ملعقه ديال الفاني، ممكن تعوضوه بسكر الفاني، راس ملعقه ديال القرفه، وراس ملعقه ديال الزنجبيل، وشوكولاته البودر، و3 ديال الخمارات، كاس ديال الزيت عبار العنبه، وكاس ديال السكر، وكاس ديال الحليب. بالنسبه للمكسرات النوع اللي كتفضلوا. خديت هنا بول اللي غنجمع فيه المقادير، 5 ديال البيضات اللي غادي نخفقهم جيدا مع كأس عبار العنبة ديال السكر حبيبات. كنضيف السكر تدريجيا شويه بشويه، وانا كنخفق جيدا. كنضيف رشه ديال الملح لتصحيح الذوق. بالنسبه للفاني استعملت انا هنا الفاني السائله، ممكن تستعملوا الفاني السكر الفاني. صافي، وكنضيف باقي المكونات، كأس ديال الزيت النباتي، وكأس ديال الحليب عبار العنبة بحرارة المطبخ. صافي، وكنضيف ملعقة ديال الخل، وبالنسبة للدقيق خدت معايا 3 ديال الكؤوس عبار العنبة ونصف. بالنسبة للخميرة استعملت هنا البيكين باودر 3 ديال بيكين باودر 3، 7 غرام في كل كيس. غنضيفهم على الدقيق ونخلط مزيان غير بالفوي. صافي، وهذا هو القوام ديال الكيك. خديت هنا هذا المول، هذا اي مول ممكن تستعملوا، غير تكون الوجه ديالو يكون من الاعلى. صافي، كنضربو في سطح العمل باش كيحيد الفقاعات. خديت هنا 2 ديال التفاحات اللي قشرتهم وبشرتهم بهذا الشكل، وغادي نضيف عليهم بودره ديال الكاكاو، استعملت ملعقتين، وغنضيف باقي النواشف، الزنجبيل والقرفه. بالنسبه للمكسرات استعملوا اللي عندكم موجود. استعملت انا هنايا قشره البرتقال اللي عندي معسله، والمشماش المجفف قياس ملعقتين من الجهه، واللوز كونكاسي، واللوز إفيلي. ماشي ضروري بالنسبه لهاد الطبقه المقرمشه، لكم الاختيار. صافي، كنخلطها جيدا وكنضيفها على الواجهه ديال الكيك بهذا الشكل.
وفي هذه الاثناء كتكون عندي الفرن مشعوله من الاسفل 180 درجه حتى كتاخد الكيكه كتطلع مزيان وتستوي صافي. وكنجربها بالكيردون واش طابت من الداخل ديالها، وكنشعل ليها من الاعلى باش كتحمر الوجه ديالها، وهذا هو الشكل ديالها. غنزول ليها الاطار. بالنسبه لهاد الكيك هذا كيجي مرتفع 12 سنتيم، كيجي مهوي، كيجي رائع صافي. وسقيته هنا بالسوس كراميل. غنشارك معكم ملعقتين من الزبده. بالنسبه للفاني انا كان عندي سائل، كريمه السائله نص كاس، سكر حبيبات كاس عبار العنبه. كيجي هاد الصوص رائع وسهل صافي. خديت هنا الكاسرونه نوضع فيها الكاس ديال السكر وعلى نار هادئه نخليه حتى يذوب. الا شفتوه بقى كيذوب حركوه واحد شويه صافي. هذا هو الكاس ديال السكر ديالنا. من بعد ما ذاب كنحيدو من على النار وكنضيف عليه الكريمه صافي. وكنحرك مزيان، ماشي ضروري واخا كتشوفوه كيعمل واحد الكويرات كنبقى نحرك فيه حتى كيذوب. ماشي تشوفوه دار هاد الكويرات بحال هكا يجيب لكم الله راه خسر ولا هذا، لا، مع استمرار التحريك. غنضيف هنا الزبده وغادي يذوب السكر صافي. نحاولوا معاه حتى يذوب تماما. وفي هذه الاثناء ممكن تزيدوا الشوكولاته البيضاء حتى هي كتعطي واحد الخطره كيجي زوين. غنضيف هنا الفاني. بالنسبه ليا ما كانش عندي الشكلاط الابيض صافي. كنردها على النار ونخليها حتى تغلي جيدا صافي. فاش كنشوفها كتبقى كتعمل هاد الفقاعات، وهذا هو القوام ديالو صافي. كنطفي عليها النار. ممكن تستعملوها في شي قنينه وتحتفظوا بها في الثلاجه الحين اللي بغيو تصايبوه صايبوه صافي. سقيت بها كتجي زوينه. هذا هو القوام ديال الكيك، كيجي مهوي مقطن. المذاق ديالو كيجي رائع وبالصحه والراحه.